قلعة مرعبة يقال إنه جواها ممر للعالم الآخر، وبالتحديد ممر الجهنم. قلعة هوسكا. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. قلعة هوسكا موجودة في قرية بلاتسيه في شمال مدينة براغ في التشيك، وبالتحديد على هضبة معزولة وسط الغابة والجبال. واتبنت القلعة دي ما بين سنة 1253 و 1278 في عهد الملك البوهيمي أوتوكار الثاني، اللي قرر يبنيها عشان الأعمال الإدارية للمملكة، وكمان يشرف على الطريق التجاري اللي كان بيمر تحت التل اللي كان مقرر ان القلعة هتتبني عليه. وفعلا ابتدى العمال في البناء، بس وهم شغالين اكتشفوا حفرة عميقة جدا لدرجة انهم ما قدروش يحددوا عمقها قد ايه. وعشان كده اصدر الملك وقتها قرار غريب جدا، وهو انه هيعفي على اي مسجون محكوم عليه بالاعدام، بس بشرط واحد، وهو ان المسجون ينزل الحفرة بحبل عشان يعرفوا نهايتها ايه. وطبعا كل المساجين وافقوا على القرار اللي هينقذهم ده، ومسجون شاب منهم نفذ الأوامر ونزل في الحفرة الضلمة كحل دي. ومفيش ثواني من نزوله للحفرة وبدأ يصرخ بشكل هستيري، وقعد يترجاهم إنهم يسحبوه لفوق بسرعة. والعمال لما سحبوه اتفاجئوا إنه طلع وشعره كله شايب كأنه راجل عنده 80 سنة، وكان بيهلوس وبيتكلم عن أشباح وكائنات مخيفة عمره ما شافها قبل كده. وده اللي خلى السلطات وقتها يحطوه في مصحة عقلية، وبعدها بيومين بالظبط يتوفى من غير ما يعرفوا ايه السبب. وطبعا بعد اللي حصل مع الراجل ده المساجين كلهم قلقوا انهم ينزلوا الحفرة دي، وعشان كده الملك امر العمال انهم يقفلوا الحفرة ويكملوا بنى عادي في القلعة. وبالرغم من كل ده اكتمل بنى القلعة، بس الغريبة ان الملك عمره ما استخدمها. والاغرب من كده كان البناء الهندسي للقلعة، لان المعروف ان اي دفاعات في اي قلعة بتكون لبره، انما قلعة هوسكا كانت وسائل الدفاع فيها متوجهة لجوه القلعة. مش بس كده، ده كانت كل شبابيكها وهمية ومقفولة، وعلى حسب كلام علماء الآثار إن ما كانش حد يقدر يعيش فيها، لأنها ما كانش فيها ولا مطبخ ولا وسائل صرف صحي ولا حتى وصل لها المية أصلا، وكأنها اتبنت عشان تمنع حاجة غريبة ومش طبيعية. ومع إنها ما كانش فيها أي حاجة تأهل حد إنه يعيش فيها، إلا إنها كان فيها كنيسة زيها زي أي قلعة كانت في الوقت ده في أوروبا. بس الغريب اللي كان مختلف عن أي كنيسة في أي قلعة تانية إنها كانت في آخر دور في القلعة، وبالتحديد فوق الحفرة الغريبة اللي اكتشفوها. والرسومات اللي كانت بتغطي سقف الكنيسة، اللي كانت على حسب اعتقادهم لقديس اسمه مايكل كان بيحمي من قوى الظلام، كانت رسومات غريبة جدا كأنها بتجسد الجنة والنار قدام بعض. وذكر الكاتب التشيكي فاكلاف هاجيك في كتابه أحداث تشيكية الصادر سنة 1541 إن الأبحاث الأثرية لقت دليل على بناء خشبي بيرجع للقرن التاسع الميلادي في مكان بنى قلعة هوسكا. وكمان ذكر فاكلاف في كتابه إن أوائل السكان قالوا إنهم لقوا شق فوق جرف لامستون اللي اتبنت عليه قلعة هوسكا، ولقوا حفرة جواه ما قدروش يحددوا عمقها. وده دليل تاني على ان الملك ما استخدمش القلعة لان الحفرة زي ما هي، لكنها استخدمت لأغراض تانية، زي انها كانت مقر لبعض التنظيمات والقوات العسكرية لبلاد مختلفة. يعني مثلا في حرب ال30 سنة اللي بين سنة 1618 و 1648 وقعت القلعة دي في ايد الجيش السويدي، واللي كان بقيادة القائد أورونتو في الوقت ده، واللي كان معروف عنه انه ما بيهزرش، وأمر رجالته انهم يستولوا على اي حاجة يلاقوها قدامهم. وأورونتو ده كان سامع بالكلام اللي بيتقال عن القلعة، ويعرف قصة حفرة الجحيم اللي فيها، وعشان كده كان بيعمل شوية طقوس غريبة عشان يبعد خطر سكان الحفرة دي. وحسب كلام سكان المنطقة هناك في الوقت ده قالوا ان أورونتو كان بيعمل تجارب صعبة، وانهم كانوا بيسمعوا دايما صريخ وبيشوفوا النور بتاع الأجهزة اللي كان بيستخدمها في تجاربه. وفي رواية بتقول ان السكان تعبوا من قسوة أورونتو، فقدموا جايزة عبارة عن 100 قطعة من الذهب للي يقدر يخلص عليه، وفعلا خلص عليه 2 في القاعة الرئيسية للقلعة. وبكده ينتهي الوجود السويدي في قلعة هوسكا. بس السكان المحليين بيأكدوا ان شبح القائد أورونتو لسه موجود في القلعة، ودايما بيسمعوا أصوات صريخ بلغات مختلفة. ومن القوات السويدية للألمان اللي كان معروف عنهم حبهم لكل ما هو غامض ومثير، عشان كده القلعة كانت هدف من أهدافهم، واكتشفوها بعد ما دخلوا لتشيك بعد الحرب العالمية
العالمية الثانية. والقائد الألماني هنريش هيملر اللي كان معروف عنه حبه لدراسة كل ما له علاقة بالخوارق والسحر، قعد فترة في قلعة هوسكا وكتب حوالي 13,000 ورقة عن اللي بيحصل فيها. وكان هيملر عنده اعتقاد إن الألمان لو سيطروا على القلعة بالغموض اللي فيها هيخضع لهم وقتها العالم كله. وبتقول الروايات المحلية إن كان في طقوس شعوذة وسحر وطقوس غريبة كانت بتتعمل في القلعة دي، وده عشان يطبقوا من خلالها نظرية هيملر. وانتهت الحرب وخرج الألمان من القلعة، بس قبل ما يخرجوا منها حرقوا كل حاجة كانت فيها، ومن ضمنها كانت كتابات هيملر. وفي واحدة من حملات التنظيف على القلعة لقوا بقايا ل6 جنود ألمان خلصانين بالرصاص، وما قدروش يعرفوا وقتها مين اللي عمل كده ولا امتى ولا ليه. وزيارات القلعة ما وقفتش على العسكريين بس، لأن غموض القلعة والروايات الكتير عن الأشباح والأصوات الغريبة خلتها وجهة لمحبي قصص الرعب والغموض، زي الشاعر التشيكي كارل ماتشا اللي زار القلعة سنة 1863 وبيت فيها. وفي رسالة كتبها لصاحبه إدوارد هاندل وصف ماتشا اللي حصل له في الليلة دي، وقال إنه حلم إنه نزل في الحفرة اللي متغطية بالألواح الخشبية، ومن خلال الفتحة اتنقل للمستقبل وسماه مستقبل آلي جهنمي، لأنه شاف نفسه في الحلم إنه موجود في مدينة براغ بس في سنة 2006. وكان حاسس في الحلم ده إنه خايف جدا، وبيقول إنه وهو ماشي في الشارع أثناء الحلم قابل بنت كانت بتفرجه على مجموعة من الصور المتحركة اللي كانت في صندوق صغير. وفجأة وهو في الحلم يلاقي نفسه بيمشي على سور حجري عالي فيه ثقوب واسعة وبيخرج منها نور أصفر ساطع جدا. وبعدها يصحى من النوم مفزوع ويخرج جري بره القلعة، وكمان بيقسم لصاحبه إنه كان بيسمع أصوات صريخ وخدش جاية من تحت الحفرة اللي كانت متغطية بالخشب في قلعة هوسكا. ومش بس ماتشا، ده السياح كمان كان ليهم دور كبير في شهرة قلعة هوسكا اللي حولتها السلطات التشيكية لمعلم سياحي بارز. فمثلا كان واحد من السياح اسمه سيمونيك كان بيحكي إنه هو بيشرب عصير في الأوضة اللي كانت في الدور الثالث في القلعة، ابتدى كاس العصير اللي كان بيشربه يلف حوالين الترابيزة لوحده، وبعدها طار في الهواء ورجع في نص الترابيزة. وواقعة تانية قالتها واحدة من السياح اسمها فيرزولوفا إنها وهي قاعدة في أوضتها في القلعة سمعت هي وجوزها صوت غريب كأن حاجة تقيلة جدا وقعت على الأرض، ولما قاموا عشان يشوفوا فيه ايه بيحصل شافوا شكلين غامقين قوي ومن غير ملامح واضحة. وبتأكد فيرزولوفا إنها سمعت ناس كأنهم بيتكلموا عن بنت صغيرة خلصوا عليها. والأغرب من كده إن برامج وثائقية أكدت المشاهدات اللي تشاف فيها حصان أسود ملوش راس بيجري في جنينة القلعة ويختفي فجأة. كمان في سياح شافوا طابور من الناس متكلبشين بسلاسل، في منهم اللي ماشي براسه في إيده. وكل السياح بلا استثناء أكدوا إنهم سمعوا أصوات صريخ وخدش جاية من تحت الكنيسة اللي فوق الحفرة. أما أشهر شبح في القلعة واللي اتكلم عنه كل السياح كان شبح في الدور الثالث من القلعة لبنت صغيرة جميلة لابسة فستان أبيض وما بتتكلمش ولا بتعمل أي حاجة غير إنها بتبص من الشباك. ومعظم السياح لاحظوا إن الكلاب اللي موجودة في الشارع بره القلعة بتتصرف بطريقة غريبة كأنها ممسوسة. ده غير كمان إن محركات العربيات بتوقف فجأة أول ما يقربوا من القلعة، وعشان كده أغلب السياح بيوصلوا لها مشي. وده كان كلام كل اللي جرب إنه يقضي لو ساعة واحدة جوه قلعة هوسكا أو حتى يعدي من قدامها. بس هل في أي نظرية أو تفسير لحفرة جهنم اللي جوه قلعة هوسكا أو حتى لبنى القلعة بشكل عام؟ بعض الدراسات الجغرافية للمنطقة أثبتت إنها تعرضت لهزات أرضية كبيرة على مدار السنين، وبالرغم من كده العلماء أكدوا إن ما فيش أي شقوق في الصفائح الأرضية في المنطقة المحيطة بالقلعة. أما عن حفرة قلعة هوسكا فالباحثين أكدوا إنها موجودة فعلا، بس مش ممكن يتم تحديد عمقها، وفي نفس الوقت ما قدروش هم وعلماء التاريخ يحددوا سبب مقنع لبناء قلعة هوسكا، غير إنها زي ما بيقول السكان المحليين مبنية بس عشان تقفل باب جهنم وتمنع الشياطين من الدخول لعالم البشر وحماية البشرية، وده على حسب كلام السكان المحليين. وده برضو سبب تسمية حفرة قلعة هوسكا ببوابة الجحيم أو بوابة جهنم، وده كان تفسيرهم لسبب وجود الدفاعات اللي في القلعة من بره لجوه مش العكس. أما المشاهدات والأشباح اللي شافها السياح فملهاش أي تفسير غير إنها على حسب كلام علماء النفس إنها هلاوس وتهيؤات نتجت من معرفة مسبقة
مسبقة بأسطورة قلعة هوسكا عشان تفضل قلعة هوسكا والحفرة الغامضة لغز يعجز عن فك شفرته العلماء والباحثين. وفي النهاية تفتكر في حاجة اسمها بوابات الجحيم وقلعة هوسكا واحدة منها؟ ولو ما كانتش كده تفسر بإيه سبب بناء القلعة دي من غير ما حد يستخدمها ولا يخليها مقر للحكم، وكمان الدفاعات اللي كانت تجاهها جوه القلعة مش براها؟ لو عندك أي تفسير في الموضوع ده اكتب لي في الكومنتس.